اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعادة والهنا، مساء الخير، مساء السعادة والهنا. حبايبنا اللي هيشوفونا الصبح وحبايبنا اللي هيشوفونا آخر النهار، كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، قلنا نفرز مع بعض شوية خضار. أولا عشان خاطر دول ما بيبقوش موجودين إلا في الشتاء، وناكلهم حلوين كده في الموسم بتاعهم، ونفرزهم يقعدوا معانا طول السنة. وعشان خاطر رمضان، طبعا تفريزات رمضان كل سنة وانتم طيبين. اليوم قصير، ومسافة ما بنقوم مسافة ما بنلاقي المغرب خلاص على الأبواب، فما بنلحقش بقى. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعودها عليكم وعلى حبايبكم بخير يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة شوية خضار. بصوا أنا عملت الخضار ده، بس أنا سايبه لكم منهم شويات عشان خاطر أوريكم طريقة التفريز بتبقى ازاي. كلنا شاطرين وكلنا عارفين احنا بنعمل ازاي، بس لسه البنوتات الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ، لسه متجوزين جديد، هم ايه اللي محتاجين يعرفوا مني كل حاجة. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم طيبين وبخير يا رب، يعود عليكم بخير وعلى حبايبكم يا رب. بصوا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كوسة. انا جايبة 3 كيلو كوسة اهي. بصوا حبايبي، انا جايبة 3 كيلو كوسة اهما، وجايبة 2 كيلو بسلة. دول طبعا انا جايبه كميات، بس انا عملت اللي عملته والباقي خليته عشان اوريكم بيتعمل ازاي. بسله، وادي الجزر ده هقطع منه دلوقتي عشان اعمل عدس. هخزن عدس في رمضان، وهعمل عدس في رمضان، ومفيش حاجه هتقول لا، كل حاجه هتتعمل في رمضان ان شاء الله، وهتبقى زي العسل. اللحم والفراخ خير غلو جدا يا جماعه. هناكل عدس وهناكل بصاره وهناكل كل حاجه في رمضان. رمضان ما بيقولش لا على حاجه. معانا كوسه ومعانا بسله، وادي الجزر بتاع البسله، ومعانا قلقاس. هوريكم كمان النهارده بنخزن القلقاس ازاي بطريقه سهله جدا وجميله. وعلى فكره انا بغسل القلقاس ما بنشفهوش، تمام. ومعايا اللوبيا، بسلق اللوبيا واشيلها في الفريزر متكيسه. وقت ما بعمل وقت ما باجي اطبخ بطلع كيس الصلصه متسبك على طول، يعني ما باخدش حاجه. ومعايا ليمون، الليمون هوريكم برضو بخزنه ازاي ان شاء الله. ومعايا عدس اهو، عدس وبصل، بس لسه هكمل بقى حاجته لما اغسله واجي افرزه هوريكم. ومعايا الفاصوليا، الفاصوليا البيضه. ومعايا بقى سلق طبعا عشان القلقاس، والكزبره بتاعه القلقاس اهي، تمام. ومعايا بقى خبيزه. مين بيحب الخبيزه ومين ما بيحبش الخبيزه يا جماعه؟ الخبيزه، عارفين الخبيزه؟ الخبيزه جميله واكلها جميل. بصوا الخبيزه اهي، اللي ما بيعرفهاش بصوا ورقه الخبيزه عامله ازاي اهي. بس جميله بقى، جميله جميله الخبيزه بالخضره بتاعتها. الخضره بتاعتها شبت وكزبره برضو زي بتاعه السبانخ والسبانخ. ومعنا السبانخ، السبانخ اهي. السبانخ بصوا الورقه الحمراء بتاعتها، بصوا جميله السبانخ، جميله جميله. السبانخ كلها حديد وكلها فايده. هبدا اغسل الخضار ده دلوقتي وهنبدا نوضب مع بعض. الحله دي بتاعت حماتي يا جماعه، ادعوا لها كلكم بالرحمه، ربنا يرحمها ويسامحها ويغفر لها. كل ما بعمل فيها حاجه بدعي لها طبعا بالرحمه، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. ربنا يزيدكم من نعيم الله ويزيدنا معاكم ان شاء الله. والتفريزات دي حاجه مهمه جدا، وفي ناس مش بتحب التفريزات. انا بحترم كل الاراء، في ناس بتحب التفريزات وناس ما بتحبهاش، بس في ناس بيبقى عندها شغل، وناس بتبقى مش فاضيه، ناس بتصحى متاخره، ناس معاها بيبي صغير، فالحاجات دي بتبقى سهله وبتسهل عليكم كل حاجه. خليكم معايا، هنبدا نغسل السبانخ ونغسل الخبيزه، وارجع لكم تاني هوريكم احنا بنغسل السبانخ ازاي. خليكم معايا. بصوا انا هغسل الفاصوليا واحطها تغلي على النار. عقبال ما تغلي انا ما بسلقهاش طبعا سلقه كامله، بدي فرصه لانها تاخد وقت في التسبيك. هغسلها واحطها على النار عقبال ما ابدا اوضب السبانخ واوضب الخبيزه واوضب البسله واغسل كل الحاجات دي، تكون هي اتسلقت معايا. اكسب وقت، يعني الحاجه اللي هتاخد مني نار اكسب فيها وقت. هعمل لكم فيديو كمان يا جماعه ادمس معاكم فول، وهعمل معاكم عجينه طعميه ان شاء الله. هنعمل فيديوهات جميله مع بعض، خليكم معايا. ما تنسوش الاشتراك واللايك، بالله عليكم بالله عليكم اللي يتفرج على اي فيديو ما ينساش الاشتراك واللايك. انا نقيت الفاصوليا وبغسلها اهو.
ومعايا اللوبيا كمان اهي بغسلها، هي كمان لازم يتغسل كويس، وبعد كده انزلهم في ميه سخنه. هغسلهم وبعدين اوريكم احنا هنعمل ايه، خليكم معايا. ودي اللوبيا بعد ما غسلتها انزلها برضو. التليفون بيغيم مني يا جماعه. ادي الفاصوليا معايا، مش هقعدها كتير على النار، يا دوب هعمل حساب السوا لما اجي احطها في التسبيكه. ودي اللوبيا برضو هعمل حساب لما ارميها في التسبيكه. معلش الكاميرا غيمت معايا. بصوا اللوبيا بلدي دي، انا بحب اللوبيا البلدي، ما بحبش المستورده بصراحه. المستورده شغاله وكل حاجه، ما فيش يعني ما فيش حاجه بتقول لا، بس انا بحب البلدي، والاتنين سعر واحد فبجيب البلدي. طبعا لو المستورده ارخص شويه انا هجيبها، لان هما الاتنين واحد، بس انا بصراحه بحب البلدي، وطالما الاتنين سعر واحد يبقى اجيب البلدي. انا بحب ريحه اللوبيا جدا. طبعا ميتهم ما فيهاش لا كمون ولا ملح ولا اي حاجه، هم بيتسلقوا سليق عادي خالص. تعالوا بقى مع بعض نشوف هننضف السبانخ ازاي ونوضبها ازاي. بصوا السبانخ بقى جميله. بمسك السبانخ كده ارمي اي حاجه وحشه فيها. بصوا السبانخ لازم انضفها وبعدين اغسلها وبعدين اقطعها، ما ينفعش طبعا اقطعها قبل ما اغسلها. اغسلها كويس وبعدين اقطعها، لان فايدتها هتروح لو انا قطعتها وبعدين غسلتها، وبعدين هتبقى ورق رفيع ومليان طينه مش عارفه اطلع منه الطينه. ودي طبيعه السبانخ، ان احنا الاول ننضفها وبعدين نقطعها، ننضفها ونغسلها وبعدين نقطعها. بصوا ما بخليش فيها اي لا ورقه صفرة، لا ورقه صفرة ولا ورقه بايظه. بصوا بخليها كلها ازاي زي الفل. وهقطع الراس دي كده عشان الطينه اللي فيها كده كده. بصوا انا مش بغوط قوي، بسيب حتت من اللون الاحمر ده في عروق السبانخ. بصوا السبانخ دي بقى عايزه تتغسل في حاجه كده ميه جاريه، عشان ايه لو في اي طينه فيها. بصوا الطينه، بص ايده عملت ازاي منها مجرد ان انا بنضفها بس. هكمل بقيه تنظيفها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، خليكم معايا. بصوا نضفت السبانخ، لسه اقوم اغسلها بقى. وبصوا الحاجات اللي طلعت منها. انا معايا شنطه عشان ما ادهولش الدنيا حواليا واعمل ازمه. اليوم ده بيبقى فيه شغل كتير وفيه قلق كتير، فمش عايزه بعد ما اخلص الاقي نفسي مدهوله اماكن كتير وحاجات كتير واهلك نفسي كمان اكتر. فمعايا شنطه كده بجمع فيها كل الخضروات اللي بتفيد، اللي انا مش بحتاجها وبتخلص منها بسهوله كده. ببقى انا كلها عبيتها كلها في شنطه، وبنضف اول باول قدامي ومركنش حاجه. دي الحاجات اللي طلعت منها وهبدأ اغسلها دلوقتي، خليكم معايا. بصوا اللوبيا خلاص تقريبا استوت معايا. انا هطفي عليها على كده، همسكها بس اشوف ايه، امسك منهم واحده كده اهو. خلاص اول ما تفصي من ايدي فصين عن بعض خلاص كده هي كده تبقى ايه استوت. بعمل حساب اهي، اللهم صل على النبي. بصوا بقت عامله ازاي، انا دست عليها بص عامله ازاي، بس سخنه قوي مش عارفه امسكها. خلاص انا كده هطفي عليها وهصفيها على طول، وهعمل حساب ان هي لسه بتتحط في التسبيكه. اما دي بقى فلسه شويه عليها، وبرده مش هدوس عليها في السوا، هعمل حساب التسبيكه برده. بصوا بقى السبانخ عايزه ميه من الحنفيه، ميه جاريه، غسله مره واثنين وثلاثه وعشرة، عشان مليانه طينه. لازم الطينه اللي فيها كلها تروح. الورق بتاعها لازم تتغسل يا جماعه سليمه. انا مش بحط على الخضروات وانا بغسلها خل، لا انا بحط عليها ليمون. بصوا الطينه عامله ازاي في الميه. بصوا طبعا انا بغسل ومعايا طبق تاني بغير فيه، بغسلها كويس. لازم تتغسل مره واثنين وثلاثه
ما بين الورق ده بيبقى، بصوا في طينه هنا، نخلي بالنا كويس. بصوا خلي بالنا من موضوع الغسيل ده يا جماعه، عشان ايه؟ ما تقرش تحت اسناننا واحنا بناكل طينه، عيالنا الصغيرين، ربنا يسترها علينا جميعا. بصوا دي السبانخ بعد ما غسلتها، بصوا عامله ازاي، خليتها زي الفل. وطبعا الكزبره الخضراء والشبت، الشبت والكزبره الخضراء، حزمه كزبره وحزمه شبت، هقطعهم واقطع السبانخ، هوريكم هنقطعهم ازاي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هقطعها رفيع. الحتت الحمراء دي يا جماعه بتبقى مسكره قوي في السبانخ، السبانخ كلها حديد وكلها فوائد. السبانخ حتى لو التقطيعه بتاعتها جت كبيره، هي كده كده بتستوي، بتتهري خالص في التسويه. ولو عامله 3 كيلو والحله قد كده، بيهبطوا منك في لحظه. ممكن الكيلو ده يعمل 3-4 اطباق، مش كتير. هنعملها مع بعض كمان معاكم واقول لكم بتتعمل ازاي. السبانخ بتتعمل برز، انا بعملها برز، في ناس بتعملها بفريك وناس بتعملها بلسان عصفور، بس انا متعوده عليها باكلها برز، برمي فيها رز يعني وهي بتتعمل، مش باكلها مع الرز. هي طبعا جنبها رز بشعريه، جنبيها لحمه او من غير لحمه، مش فارقه كتير.